بين زحمة وصخب الحياة وحرارة الشمس القوية، هناك من يكابد هذه الحياة ويكافحها رغما عن مأساتها، دون علم الجميع ما خلف هذا الكفاح. رغم التعب، ولكن ما زالت البذرة الطيبة مثمرة. فلذلك تعالوا معنا لنكتشف وإياكم قصة البذرة الطيبة. ولا تنسوا دعمنا بلايك وشير والاشتراك في القناة لنصل ل1,000,000 مشترك. خرجت اليوم أنا طبعا زيش بين أطلب الله هذا، وعدت أمي بهدية اليوم، قلت لها هاجي أخرج أشتري لك هدية وبعت عليها الزلط. ايش مثلا وردة باقة؟ أشي من وردة بس واحد تكفيني. ايش جري دي؟ أي واحد. هذه تعجبك بزاف. من كم هي الواحدة؟ ما عليك يعني بطنك عاد عليك الصلاة. ها؟ اسمها هني بطنك عاد عليك الصلاة. هذه تعجبك بزاف. من كم هي الواحدة؟ ما عليك يعني بطنك عاد عليك الصلاة. ها؟ اسمها هني بطنك عاد عليك الصلاة. حسن مني. يعني أنت ما شاء الله يعني أبصرش بتدخل يعني كثير لما اديتي لي الوردة. مش قصة دخل كثير. كان كويس. بس شيء طبيعي يعني لما تجي لك وردة ايش فيها؟ مش عيب ولا وحرام. مش مكسب. أخ لي صغير عادي. في مكسب بس مش ذاك المكسب اللي لما رجعتي. طيب بكم أنت بتبيعين؟ لما رجعتي مرة ثانية شاكلة. خلاص هذه مني. الحين بصرتش الساعة المغربة من الدنيا. هي الدنيا كأنها تغلب الناس كلهم، من به فيها مرتاح. بس أنا كثرت يعني أنت الوحيدة بتصرفي على خواتش. أنا ما بشوفها معانا. ما إيش خوات بس كلنا دي في البيت ما فيش أخوات. واحد أخ بس عمره 14 سنة زيك تقريبا نفس عمرك. يطلب الله. يدرس الحين ثامن. وتدرسي كمان. أكيد مدرسة خاصة عادة. وزيد خاصة. ما فيش معكم أخوال أهل أقارب؟ معانا بس بعيد مش قريب. يعني ما حد سأل على حد. ولا يسأل عنكم ولا شيء. حد سأل على حد. حد سأل على حد. اقسم بالله اني كنت انا افكر ان انا ارهن التلفون عشان اشتري لامي غير الورده هذه، وانا مش فرحتيني الله ولا يخليك. ترهنها ولا ترهن تلفون ولا شيء عادي. عدد مش الواحد مش أول واحد كم يا ناس. تدعي لاي واحد يجي لعندي رغم حالتي شغلة صعبة عادي دامنا نبي ندي ربي بتجيلي. عادي دامنا نبي ندي ربي بتجيلي. ايش سويتي تشتغل معي ورد؟ والله طبيعي كامل. والله شكلي ارجع ابيع جنبك. عادي وش فيها؟ اكيد طبيعي. طبيعي. انزل ورد لي بلا بجي نبيع جمعة. ايوه والله عمل اهم شيء انه عمل ولا امتقدي للناس ولا ايش. اكيد. نعم والله انش نعم لكل الناس. مثال عاد شيء يمشي عادي. اسلم يمشي اطلبي الله انا ابدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا خالد العزكي معانا ومثل عليك المشهد، يعني احنا اسفين. عادي عادي بس تاثرتي كذا وصدقتيه يعني. اكيد لانه انا ما عبش معهم لذلك حسيت فيه. الله يرحمها ان شاء الله. امك متوفيه؟ امي متوفيه لها 8 سنين. الله يرحمها ان شاء الله وسكنها فسيح جناته هي وكل موتانا وموتى المسلمين. يا رب يا رب. شوفي الشيء الحلو انه الشخص يطلب الله بعرق جبينه وما يمد شده لحد. اكيد. انت تطلبي الله عليك ولا على اسره ولا ايش؟ على خواتي 4 خوات واخ. انت الوحيده؟ هني يدرسين. وتتكفلي انت يعني بمصاريف الدراسه وبالاكل وبكل شيء؟ ايجار؟ الحمد لله ايجار بيت مصروف مدارس كل شيء. طيب الورد هذا قيمته تكفيه؟ والله هو ما تكفيش بس الحمد لله يعني اهم شيء انك تلاقي لك رزق حلال. طيب ما كفتش كيف تسوي؟ ما كفتش عادي لا احنا نصبر وربك كريم ما يفلت احد. ونعم بالله العظيم، يعني متوكل على الله وعلى باب الله وحي الله ما جامنا. ما جاك كلناه وخلاص الحمد لله. يا سلام. طبعا أنت قصة وقصة كفاح للأمانة يعني لآلاف الشباب البنات الناس اللي هم جالسين في البيوت. اخرجوا اطلبوا الله. ايوه ربك ما يفلت احد وربك ما يفلت احد أبدا ابدا. طيب انك سعيد بيد الباري وسعيد انك تشتغل وتدخل رزق بتدخل رزق. يعني أنت متكفلة بدراسة خواتش وبكل كل شيء. طيب مثلا يعني لإيش ايش حلمش مثلا؟ ايش الحاجه اللي تتمناها؟ مشروع يعني مثلا اذا كان في عندك بسطه كبيره للورود او كذا الانواع الورود او محل يا ريت. مش افضل؟ يا ريت. يعني ايش حلمك؟ حلمي ان انا اكبر افعل لي مشروع هكذا اكبر في الدنيا بدل ما اجلس هكذا في الشارع اشتي اكبر. طيب هل المشروع هذا بيساعدك يعني ان انت تساعدي خواتك تساعدي الاسره؟
الحمد لله. أكيد. لا لو كبر يعني. لو كبر أكيد بنفتح مشاريع، أقل حاجة أبني مستقبل خواتي، بدل ما نحن يلا نحن يعني دخل محدود، أكل وشرب وإيجار بيت الحمد لله. هذا يعني إذا كان في مشروع بتأمني مستقبل. أكيد. طيب صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليه. أنا بسألك سؤال، لو جاوبتي السؤال بتحصلي جائزة، ما جاوبتيش السؤال بناخذ وردة لأم خالد مجانا، تحدي يعني. على طول دين كامل. جاهزة للسؤال؟ إن شاء الله. طيب بحكم أن أنت أخت كل الشعب، أخت مثابرة وبتاكلي لقمة الحلال بعرق جبينش، في الورود اذكري لي 3 أنواع من أنواع الورود. إيش يعني قصدك؟ إيش من أنواع يعني؟ أنواع الورود. ألوانهن ولا أنواع؟ الأنواع أنا بعطيش نوع اللي هو الياسمين. الفل. النرجس والورد. والياسمين باقي نوع، لو جبتيه بتحصلي جائزة. إيش اللي الجوري؟ هذا الجوري. الجوري هذا الجوري. هذا الجوري. والجوري 3 ورود، يعني إجابة إيش؟ ما أدري. إجابة صحيحة. عماد، أول جائزة عبارة عن 50,000 ريال. مبروك. سلام الله يوفقك. تستاهلي 1000 مليون مبروك. بائعة الورد مثل ما ذكرنا تخرجي وتطلبي الله بعرق جبينك لك ولخواتك ولأخوك، يعني باختصار سطرت أفضل القصص. السؤال الأول جاوبتيه، بتروحي وتروحي مواصلات؟ أكيد باصات. متحملها عادي. كل يوم؟ كل يوم أيوه. من متى إلى متى عملك؟ الساعة 3-4 عصر للساعة 9 بالليل. يوميا؟ طيب مثلا كم مدخولك في اليوم؟ 3-4 بعدين ربح. 3-4 ألف في اليوم. أحيانا أقل يوم لما بعمل 2000-2005. يعني ما تكفي. بس ما لها شيء الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ندخل في تحدي ثاني ولا تنسحبي؟ اشتيت براحتك. ها؟ باللي تشتي عادي. شوفي التحدي الثاني، إذا فزتي بتحصلي مبلغ فوق 50,000، بس لو خسرتي بناخذ عليك 10 الورود كاملة عادي. وأوزعها للموجودين. عادي. قابلين؟ موافقين يا شباب؟ خلاص. موافقة ولا تنسحبي؟ خلاص تمام موافقة. موافقة إن شاء الله. اذكري لي 5 ألوان من ألوان الورود الحقيقية أو الطبيعية. أبيض. اللون الأبيض فعلا موجود؟ أنتوا قولوا لي يا شباب، اللي مش موجود قولوا لي. أصفر. الأصفر في. الأحمر. الأحمر ما فيش لون أحمر ورد. هذا ما هو. صح. لا صح. طيب 3. هو الوردي. الوردي. أنا كنت أمس أبيع جميع الألوان بس اليوم ما بش. طيب باقي لون واحد. بنفسجي. في لون بنفسجي يا شباب؟ متأكدين؟ إذا إجابة صح ولا خطأ؟ صح. تستاهل 1000 مليون مبروك. الجائزة الثانية عبارة عن 50,000 ريال ثانية، تستاهل والله. باعت الورود ربنا يسعدك إن شاء الله، 1000 مليون مبروك الجائزة. طبعا هذه أنت كسبتيها بتحدي وتحديتيني وفزتي وحافظتي على الورود اللي معك. تسلم الله يوفقك. طيب الوردة هذه الذي خلاص لأمك يا خالد، خلاص لأمك هدية. ربنا يسعدك إن شاء الله بإذن الله. أي رسالة تحبي توجهيها ولا شيء. للناس إنهم اللي يخرج يشتغل وهو متكيف؟ يشتغل. لو هو جالس داخل معي والله ما بيموت جوع، بس يخرج وربي ما يفلته. ربي ما يفلت أحد. ربنا يسعدك إن شاء الله. الله يوفقك. ويوفقك ونجي في يوم من الأيام ومع الشركة بإذن الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين، شفنا قصة الكفاح، شفنا العفوية، وكمان عزة النفس الموجودة. ربنا يسعدك إن شاء الله ويحفظك. من هذا المكان ومن هذه المقابلة وصلنا إلى نهاية وختام حلقة اليوم. رسالة لكل شخص مرتاح أعطاك الله من فضله، لا تنساش ولا تقصر نهائيا مع كل شخص محتاج. والبعض المتجولين أكثر ناس المفروض هم ما يشتوش مننا نعطيهم صدقة. اشتري منهم، خلونا نكون سند لهم بإذن الله ونطور مشاريعهم بفضل الله، كلهم عند الله. في الأخير والختام لا تنسوا الاشتراك واللايك وانشروا الحلقة في كل مكان. في أمان الله. ولا تنسوا دعمنا بلايك وشير والاشتراك في القناة لنصل ل1,000,000 مشترك.